بيبتدي الفيلم مع جيمي اللي بيكون عسكري سابق، وهو بيصحى من النوم وبيروح يشوف بنته اللي لسه مولودة من شهور، وكان مبسوط جدا في بداية يوم جميل، وبيستنى لغاية ما المربية بتيجي عشان يسيبهم ويروح شغله. ولكن اللي ما يعرفوش جيمي ان ده هيبقى اصعب يوم يشوفه في حياته. وشوية بتجيله عربية الشغل، ولما بيدخل بيكون فيها اخوه الكبير ميك وبقية الرجالة، والشغل في الحقيقة بيكون عبارة عن سرقة اكتر من $1,000,000. وعلى الرغم من ان ميك هو الكبير لكنه مندفع وبيحب يدخل في مشاكل، على عكس جيمي اللي بيتميز بالهدوء والاهتمام بالتفاصيل. واول ما بيوصلوا لمكان البنك الكل بيلبس الاقنعة وبيبداوا الاقتحام، وطبعا الموظفين والموجودين اترعبوا من اللي شافوه والكل خايف على حياته. وهنا ميك اخد مفاتيح الخزنة الرئيسية من المدير واداها لجيمي. بعدها ثبت المدير وقطع صباعه الصغير على اساس ما ياخدش وقت كتير معاه ويقول له رمز الدخول، وفعلا بيقول الرمز لجيمي، ولكن بيستنى ثواني وبيعرفوا ان الرمز لو طلع للطوارئ هيقطع حاجات اكبر من صباعه، فبيقول له المدير على الرمز بسرعة. وهنا بيفضل ميك يضربه لغاية ما اغمى عليه. بعدها بدأوا يجمعوا الفلوس اللي موجودة في الخزنة في اسرع وقت وبيخرجوا من المكان بحذر. ولكن قبل ما يوصلوا للعربية بيظهر ضباط من الشرطة وبيحصل تبادل اطلاق نار كبير جدا بين الفرقتين، وكأن الشرطة كانت عارفة بميعاد السرقة، والمعركة بتكون قوية جدا بينهم. وفيه افراد من الشرطة بتقع لغاية ما بيوصل لها دعم، لكن الفريق بيقدر يخلص عليهم وبيبدأوا انهم ينسحبوا عشان يهربوا من الشرطة. والحرب بتفضل مستمرة والرصاص بيطير في كل ناحية لغاية ما واحد من الفريق بيتصاب، فبياخد ميك منه شنطة الفلوس وبيقومه في الوقت اللي اخر شخص معاهم بيموت. وبكده بيبقى 3 بس منهم، جيمي وميك، واللي بياخدوا الشخص الثالث المصاب وبيحطوه في عربية وبيهربوا. لكن عربية الشرطة بتفضل وراهم، فبيطلع ميك من الشباك وبيفضل يضرب عليها نار لغاية ما الشرطي بيموت. وبعدها بيوقفوا في مكان وبينقلوا العربية تانية تبعهم، وبيحاولوا يتجنبوا الشرطة لغاية ما بيوصلوا لعربية تانية تبع الخطة وبيغيروا هدومهم. وجيمي ما كانش مصدق اللي حصل، لكن بيعرفوا ميك ان في حد اكيد خانهم. بعدها بيحط ميك قنبلة يدوية في العربية وبيفجرها، وبياخدوا العربية التانية وبيهربوا بيها. وفي الليل بيوصل العميل فرانك من FBI، ولما بيسأل رجالته عن اللي حصل بيقول له الضابط ميك ان في شخص اسمه سمولز اتقبض عليه امبارح في جرائم امن الانترنت، ولما عرف انه هيتسجن ل7 سنين قرر يتعاون مقابل الافراج عنه. وبيعرفوا الضابط مايك كمان ان الاتصال جالهم من مكتب النائب العام قبل 10 دقايق من السرقة، عشان كده اتصرفوا بسرعة. ولما سألهم ليه ما عرفوش يسيطروا عليهم فبيقول له مايك ان الفريق كان منظم جدا ومسلحين تسليح آلي، وكمان لابسين دروع واقنعة ضد الرصاص. وبيعرفوا انهم من خلال الاشتباك اتأكدوا انهم مدربين تدريب عسكري وانهم خدموا في الجيش قبل كده. بعدها بيروح فرانك عشان يسأل موظفين البنك عن اللي شافوه، لكن مفيش حد منهم قال له حاجة مهمة، فبيسيبهم. وقبل ما يمشي بيطلب من نيك يبحث عن كل المعلومات اللي تخص موظفين البنك. وفي الوقت ده الفريق بيوصل لبيت صديقهم بيل، واللي بيضربوا ميك بقوة عشان يعترف ان هو اللي خانهم. لكن بيل بيأكد له ان سمولز هو اللي خانهم، لانه لما شاف خبر سرقة البنك عرف انه هو، لان الشرطة قبضت عليه امبارح. فبيقول له ميك انه لازم يغسل الفلوس دي في اسرع وقت عشان يسيبوا البلد. لكن بيل بيعرفوا ان الراجل اللي شغال معاه مستحيل هيتصرف في الفلوس بعد ما ضباط الشرطة اتقتلوا، والموضوع بقى خطير جدا. بعدها بيقول لهم بيل انه مفيش قدامهم غير نوسي وهو اللي يقدر يقوم بالعملية، لكن هياخد مش اقل من 50%. وطبعا كانوا متضايقين لكن وافقوا في الاخر. وفجأة بتدخل واحدة عليهم وكانت في قمة الغضب، وبتروح لميك عشان تتخانق معاه، لكن بيمسكها جيمي. والمفاجأة ان الواحدة دي هتبقى موظفة في البنك اللي سرقوه واسمها ايفا، وتبقى كمان حبيبة جيمي، واللي بتقول له انها كانت عارفة ان اخوه ميك هيوديه في داهية لانهم كانوا خلاص دفعوا فلوس جراحة بنتهم الصغيرة وحياتهم بتتحسن. وجيمي بيهديها وبيعرفها انها لازم تلتزم بالخطة وتبقى في بيتها مش هنا وتمارس حياتها عادي. بعدها ميك بيقول لجيمي انهم لازم ينقلوا صديقهم المصاب لمكان تاني، وايفا صممت تروح معاهم رغم اعتراض جيمي، لكن ميك بيوافق عشان لو مشوا في الطريق محدش يوقفهم. على الناحية التانية العميل فرانك بيأكد لرجالته ان المسلحين كانوا مقاتلين في الجيش من اللي سمعوها عن حادث السرقة، ولما سألهم عن الفلوس اللي سرقوها فبيقولوا له $1,500,000. وطبعا كان مستغرب ازاي فرع صغير للبنك يكون فيه الفلوس دي كلها. فبيعرفوا نيك ان المقر الرئيسي بيخضع للتجديد والفرع كان معاه سيولة كبيرة. بعدها قرر فرانك يروح يستجوب سمولز بنفسه، وفي الوقت ده بيوصل ميك وجيمي لبيت صديق ليهم كان طبيب عشان يلحق يعالج الشخص المصاب. وبيجي اتصال لجيمي من بيل وبيعرفوا ان نوسي قرر يغسل فلوسه مقابل 70%، وعلى الرغم ان النسبة كبيرة لكن جيمي وافق. بعدها بيروحوا يقابلوا رجالة نوسي، ولكن قبلها ايفا بتسأل جيمي هيرجع للبيت امتى لانها حست انها ممكن ما تشوفوش تاني. فبيقولها انه مش عارف هيرجع امتى لكنه عنده خطة، وهي انه هيهرب لبوليفيا وهي هتجيله بعدين مع بنتهم وهيكونوا مع بعض لوحدهم. وبتأكد عليه ايفا انهم يبقوا لوحدهم بعيد عن ميك. بعدها راحوا يقابلوا رجالة نوسي عشان يبدلوا الفلوس وياخدوا فلوس شرعية يقدروا يصرفوها من غير تتبع، لكن ميك لاحظ ان فلوسهم قليلة. فبيعرفوا بريل اخو نوسي ان هي دي نسبتهم 30%. وطبعا ميك اتفاجئ وعرفوا جيمي انه وافق على اتفاقهم لان مفيش حل تاني. وبيقول له بريل بوقاحة ان الانسحاب ممنوع. وفجأة بيطلع ميك مسدسه وبيضرب ال3
الثلاثه اللي قدامه، وبيكمل جيمي على الباقي لكن واحد منهم بيهرب، وميك بيخلص على بريل، وبتتحرك ايفا بسرعه بالعربيه عشان تاخدهم ويهربوا. والشخص اللي هرب اتصل بنوسي وعرفه ايه اللي حصل، وبيطلب منه نوسي يختفي عشان اللي جاي هيبقى سواد على الكل. على الناحيه الثانيه بيحقق العميل فرانك ورجالته مع سمولز عشان يوصلوا للحقيقه، وسمولز بيروجهم وبيقول لهم انهم اجبروه علشان يساعدهم في عمليه السرقه، وانه لو بلغ حد عن اللي حصل هيقتلوه هو وعيلته. لكن هم طبعا ما كانوش مصدقينه، وبيهددوا فرانك بانه ممكن يتسجن مدى حياته لان فيه 6 ضباط اتقتلوا، وده معناه ان العقوبه هتبقى شديده جدا. وفي الاخر سمولز قرر يتعاون معاهم، ولما بيسالوه عن الاشخاص اللي طلبوا منه يمدهم بالمعلومات بيقول لهم سمولز انهم 2 اخوات، وطبعا ما يعرفش اسمهم، وان الاصغر فيهم كان بيهتم بكل التفاصيل، اما الاكبر كان عصبي جدا ودايما بيهدده. وذكر لهم كمان ان الاخ الاصغر لابس قلاده لقديس اسمه جود، والاكبر كان راسم وشم على ايده. ولما سالوه عن الوشم عباره عن ايه فبيقول لهم انه وشم للبحريه الامريكيه ومكتوب فوقه كلمه شيريدان. وهنا نيك اتفاجئ بالاسم وكلم المساعده بتاعته عشان تبحث عن حاجه، وبعدها بعتت له صورتين على الموبايل وبيوراها لسمولز، وفعلا سمولز اتعرف عليهم وانهم يبقوا ميك وجيمي. ونيك بيعرف فرانك ان شيريدان يبقى لقب عيله ميك وجيمي، وانه قبض عليهم قبل كده بتهمه الاعتداء والضرب، وبيطلب منه فرانك يوزعوا صورهم على التلفزيون. وفي الوقت ده بيوصلوا لبيت بيل، واللي كان متضايق لما عرف انهم قتلوا اخو نوسي. وهنا بيقول جيمي لاخوه ميك انهم لو خرجوا من المشكله دي هيكون كل واحد منهم في طريق ومش هيشوفوا بعض تاني. وميك طبعا بيكون مستغرب ومش عارف ليه بيقول كده، فبيعرفوا جيمي ان كل المشاكل اللي حصلت له كانت بسببه وان ده الحل الافضل. فميك بيتضايق وبيقول لجيمي وايفا انه ساعدهم في فلوس عمليه بنتهم لانهم عيله واحده. وبيفكر جيمي هو اتضرب قد ايه من ابوهم عشان كان بيدافع عنه، لكن جيمي كان مصمم على رايه، فبيقول له ميك ان ده مش رايك ولكن راي ايفا، وانه مش مصدق انه هيسيب اخوه عشان سفله زي دي. وهنا جيمي بيتنرفز وبيساله تقصد مين بالسفله، فبيقول له ايفا، فبيشتبك معاه جيمي وبيضربه. وفجاه بيدخل رجاله نوسي بالسلاح ولسه بيل هيكلمهم فبيضربوه بالنار. وهناك الضابط مايك بيعرف فرانك انهم بحثوا عن الموظفين ومنهم ايفا اللي عندها سوابق اجراميه وهي شابه، وكمان تتبعوا حسابها البنكي واللي جالها عليه تحويلات بقيمه 75,000 دولار من حسابات غير معلومه المصدر، واتدفعت كلها لصالح فواتير للمستشفى. وفجاه بيدخل عليهم شرطي جاي من مهمه، فبيسالوا نيك ايه اللي حصل، فبيقول له ان اخو نوسي اتقتل في تبادل اطلاق نار. فبيسالوا فرانك عنه، فبيقول له نيك انه رئيس اكبر عصابه في المنطقه. فبيطلب فرانك انهم يشوفوه لانه ممكن يكون على علاقه بالاخين. وبنروح لمكان نوسي وجيمي متعلق والباقي مربوط وباين عليهم علامات الضرب، وبيوعدهم ميك وهو بيحاول يفك نفسه انه هيخرجهم من هنا. ولما بيدخل نوسي ورجالته بيقولوا ميك انه هو اللي قتل اخوه بريل وان الباقي ملوش علاقه، وبيعرفوا جيمي ان الشنط مليانه فلوس وبيطلب منه ياخدها مقابل يسيب ايفا تمشي من المكان. لكن نوسي بيرفض وبيقول له ان الحفله هتبقى طويله، فبيعرفوا ميك ان هو اللي قتل اخوه وانه ازاي كان بيترجاها عشان ما يقتلهوش، لكن في الاخر ما رحمهوش. وكان ميك عايز يستفز نوسي عشان يبعدوا عنهم ويركز معاه، لكن نوسي كان هادي جدا وبيعرفوا انه مش هيقدر يتلاعب بيه لانه الليله طويله وهو مخطط لكل واحد فيهم استقبال خاص بيه. وبيشاور على الصندوق الكبير اللي جنبهم وبيقول له انه مليان بحمض الكبريتيك، وده بيخلي الراجل يتحول لشوربه في دقايق، يعني هيدوبهم فيه. بعدها المساعد بياخد جيركن صغير وبياخد من الحمض شويه وبيصب شويه بشويه على راس زميلهم المصاب اللي بيصرخ من الالم. وهنا ميك كان في قمه الغضب وبيقول لنوسي انه هيتمنى لو كان قتله هو الاول من اللي هيعمله فيه. بعدها بيقوم نوسي وبياخد الجيركن عشان يعمل نفس الشيء في جيمي قدام حبيبته واخوه، ولما بيقرب منه خلاص بيزق جيمي بسرعه برجليه، وبيفك ميك نفسه وبيمسك البندقيه من واحد فيهم وبيضرب على رجل نوسي وكمان على العمود عشان يفك جيمي اللي بيشتبك مع المساعد اللي بيخنق فيها عن طريق سلسله القديس اللي لابسها. فبيشيلوا جيمي وبيرميه في صندوق حمض الكبريتيك وبتقع السلسله معاه. والناحيه الثانيه كان ميك خلص على الباقي وبيقرب من نوسي اللي كان واقع على الارض، وبيفكروا انه هيخليه يتمنى لو كان قتله هو الاول، وبعدها بيخلص عليه وكل واحد بياخد شنطه من الفلوس وبيخرجوا كلهم من المكان. وهنا ميك بيقول لاخوه روح انت وايفا وهنحتفل لو شفنا بعض تاني، وافترقوا زي ما طلب منه. على الناحيه الثانيه لما فرانك ورجالته في الطريق لنوسي بيجي لهم اشاره ان فيه تبادل اطلاق نار حصل، وبيعرفوا ان المكان يبقى قريب من بيت نوسي، فبيروحوا لهناك. وفي الوقت ده جيمي وايفا بيفضلوا يجروا في الشارع عشان يهربوا، وفجاه بيقابلهم 2 من الشرطه واللي بيطلبوا من جيمي انه ينزل سلاحه، وايفا بتترجاه انه يسمع كلامهم بدل ما يتقتل، وفعلا بينفذ الكلام. وواحد من الشرطه بيبلغ المقر انه قبض على مشتبه به في سرقه البنك، والاشاره بتوصل لفرانك وهو في الطريق ولسه الشرطه هتكلبش جيمي. فجاه ميك بيضرب نار على الشرطه وبيخلص عليهم، فبيسالوا جيمي ايه اللي رجعك، فبيقول له ميك لانك اخويا. ولسه بيهرب ميك لقى عربيه فرانك في وشه، فبيضرب عليها نار وبيوقفها وبيهرب. والناحيه الثانيه جيمي وايفا بيمشوا وسط الناس بهدوء عشان ما حدش يشك فيهم، ولسه بيلف وراه بيلاقي ميك بيشتبك مع مجموعه من الشرطه، وجيمي بيبص له وكانها نظره الوداع ومحتار بانه يكمل معاه للموت او يهرب علشان بنته. بعدها بتاخده ايفا
بيهربوا، وبيكمل ميك معركته مع رجال الشرطة بكل شراسة، وبيحصل بينهم تبادل نار كبير جدا بعد ما بدأوا يحاصروه، وبينضم لهم كمان فرانك ورجالته. فبيدخل ميك جوه بيت وبيفضل يجري، وبيروح وراه فرانك واللي معاه، وبيخرج ميك من بيت لبيت وهم وراه لغايه ما بيلف لهم وبيفضل يضرب نار عليهم، وبيحصل اشتباك عنيف بينهم لغايه ما بيقدر مايك يصيب ميك برصاصه في جنبه، فبيطلع مسدسه وبيضرب نار عليهم عشان يقدر يهرب منهم. وبيطلب فرانك من نيك ومايك يلفوا من الناحيه الثانيه، ويروح هو ورا ميك اللي كان في حاله سيئه وبيمشي بصعوبه. وهنا بيلاقي نيك دم على الارض وبيبلغ زمايله، وفجاه بيجي له ميك من ورا وبيهدده بالمسدس، وبيفضل ماشي بيه لغايه ما بيقابل مايك، وبيطلب منه ميك يتراجع والا هيقتله. ونيك بيقول لمايك يضربه بالنار وما يخافش، ولكن اللي ما كانش مايك عامل حسابه هو فرانك اللي كان بيتقدم بهدوء من الناحيه الثانيه، ولسه بيبص ميك ناحيته فرانك بيضربه بالنار وبيوقعه على الارض. بعدها بيقرب منه وبيساله عن مكان جيمي اخوه، فبيعرفه ان اخوه مات، ودي بتبقى اخر لحظات ميك. وفي الوقت ده بيكون جيمي مع ايفا في الاتوبيس، وبيقول لها تعرف بنتها كل يوم ان ابوها بيحبها، وبينزل جيمي ومعاه شنطه الفلوس وبيودع ايفا. وعلى الناحيه الثانيه فرانك ورجالته راحوا المكان نوسي عشان يعاينوا الجثث، والشخص المختص كان بيبحث في الصندوق اللي فيه حمض الكبريتيك، وما بيلاقيش حاجه غير سلسله لقديس اسمه جود. وبيعرفوا وقتها ان جيمي فعلا مات، لان سولز بلغهم قبل كده ان جيمي بيلبس السلسله دي. ولما بيسالوا فرانك ليه ما دابتش في الحمض، فبيعرفوا المختص انها من الفضه، والفضه ما بتتفاعلش مع حمض الكبريتيك. بعدها بيومين بيروح فرانك البيت ايفا، فبيسالها عن الكدمات اللي في وشها، فبتقول له انها وقعت وهي خارجه من الحمام. فبيقول لها انه عارف ان بنتها خضعت لعمليه من شهور واتكلفت مبالغ كبيره، فبتقول له انهم محظوظين لانهم حصلوا على تمويل جماعي، وده بيكون من ناس مجهولين من غير ما يقولوا اسمائهم. ولما بيسالها عن الاب، فبتعرفه انه سابهم ومشي وما بقتش تسمع عنه، وواضح ان فرانك كان فاهم كل حاجه وبيسيبها وبيمشي. ولما بيسالوا مايك هيعمل ايه معاها، فبيقول له ان العصابه كلها اتقتلت والفلوس رجعت، وانه ممكن يتهمها وتتسجن، لكن البنت وقتها هتعيش في ملجأ، وبيقرر يسيبها. وبعد مرور كذا سنة بنشوف جيمي وهو مع ايفا وبنته اللي كبرت في بوليفيا زي ما وعدها قبل كده، وعايشين مع بعض حياة سعيدة. وهنا بتنتهي قصتنا.